السيدات الفضليات، كل بصفته واسمه. الاسم العلام كما يقول الصرفيون هو حين قد يحل بأل وقد يدخل عنها، وهو في حالة التخلي يكون علم فقط، وفي حالة التحلي يكون علما وصفا. السعيد علم والسعيد علم وصفة. فأنا السعيد بالتواجد معكم وبالجلوس مع هذه التلة الخيرة في هذه الذكرى الثانية لفقيد العلم والأدب أستاذنا الدكتور عباس الجراري رحمة الله عليه. وأنا السعيد بالمساهمة في هذه الجمعية الإسماعيلية لحفظ التراث الذاكرة ودعم إصلاح المساجد وصيانة المقابر. وهذا الهم الأخير أوحالي بفكرة، وهي كتابة عمل بالاشتراك مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية عن قبور أعلام مدينة مكناس، لتعمم على قبور أعلام كل المقابر الموجودة في المغرب. وهذا مشروع مهم، لأن هناك رجالات خدموا الأدب والفكر المغربي وقبروا ولا أحد يعرف قبورهم. لهذا التمس منكم الاشتغال على هذه الفكرة. أيضا أنا السعيد بإلقاء هذا العرض الذي يتحدث عن الأستاذ عباس الجراري الواحد المتعدد. فأقول يعتبر الأستاذ عباس الجراري بحق المعلم الأول للثقافة المغربية. قدم دراسات علمية رصينة وأبحاثا جامعية وازنة في الآداب العربية الفصيحة والآداب الشعبية. فالرجل كما يقول الناقد نجيب العوفي يجمع بين التفقه في شؤون الدين والتفقه في شؤون الأدب شعره ونثره. وإذا قام خطيبا أو محاضرا في مجلس علمي ديني خيل إليك أن الرجل خريج أزهر أو دار زيتونة أو قرويين. وإذا قام محاضرا في مجلس علم جامعي خيل إليك كأن الرجل خريج سوربون أو أوكسفورد أو برينستون. كما يجمع الرجل بين الثقافة الأدبية العالمة الأدب الفصيح أو المعرب والثقافة الأدبية العامية الأدب الشعبي. انتهى قول الأستاذ نجيب العوفي. هذه الشساعة الفكرية هي ما يلمسها كل دارس لأعمال الرجل العديدة، والتي وصلت في العد زيادة من 100 كتاب مطبوع. وهذه الشساعة هي التي عبرت عليها الشاعرة سميرة فرجي شعرا في قصيدتها نور قائلة: تفردت في دنيا المعارف كلها كأنك فينا واحد يتعدد. وحاورت فكر السابقين ولم تزل تحاور فكرا حاضرا يتجدد. هذا التفرد بصيغة الجمع يؤكده كل الدارسين وكل الشعراء الذين قالوا نصوصا في الأستاذ بمختلف الإشكال الشعرية: العمودي والحر والموشح والزجل والملحون. فالملحون زجل وليس كل زجل ملحون. واللغات واللهجات المغربية الدارجة والحسانية والأمازيغية واللغة العربية الفصيحة. يقول الشاعر الأمازيغي محمد مستاوي عن مؤلفات الأستاذ الكثيرة والأبحاث المميزة التي تعدت حدود الوطن وأصبحت مراجع للعديد من الباحثين الأجانب في أوروبا وأمريكا. أقول التعريب: عباس صاحب الأبحاث لم يسترح قط، كتب الكثير بإتقان واعتنى به لنحصد السنابله. وكذلك كان، حصدنا ملء السنابل
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن حرص عميد الأدب المغربي الأستاذ عباس الجراري أثناء حضوره الشرفي بالجامعة الصيفية التي عقدت من طرف فعاليات أمازيغية في مدينة أكادير صيف 1980، ولقد كانت كل أعمالها بالثقافة الأمازيغية تحت شعار الوحدة في التنوع. حرصه هذا على تقديم توصية مهمة في المحاضرة التي تفضل بإلقائها تتلخص في الدعوة إلى إدارة إحدى الحلقات الجامعة حول شخصية اليوسي الأمازيغي الذي أغنى الفكر الإسلامي والأدب العربي والثقافة الشعبية ككثير من الأمازيغ الأحرار بدون أي عقدة وبصدر منفتح وبذهنية واعية وفكر واسع ووطنية حق. إن هذه التوصية دفعت الأستاذ عمر أمارير إلى القول بأن اليوسي يتقن الدفاع عن العربية ونصرتها، والجراري يتقن الدفاع عن الأمازيغية يوم عز النصير. وهذا ما عبر عنه الشاعر محمد مستاوي في قصيدته المعنونة بتمس غورت من أمي دياز أي جائزة شاعر، حين قال: أقول التعريب: لم ينس الأمازيغية يوم رفض الذين لا يعلمون أنها بالنسبة للأم. وأضيف قائلا: كما لم ينس الدفاع عن كل التنويعات الثقافية إيمانا منه بأنها تغني الثقافة المغربية. ولو توضيح دفاع الأستاذ عن الأمازيغية إن كان هذا يحتاج إلى توضيح، أكتفي بالإشارة إلى بعض البحوث التي أشرف عليها على مستوى الإجازة ودبلوم الدراسات العليا والدكتوراه، ونصح بالقيام بها ووجهها. يقول الأستاذ عبد الله المعاوي صاحب الرسالة المعنونة بالشعر الغنائي السوسي: في كل مرحلة من مراحل البحث كنت أعود منتشيا بفرحة ما أعثر عليه من معدن في منجم المادة، فيلفت الأستاذ انتباهي إلى ما ينقصه من عمليات العزل والترتيب والمعالجة. هكذا وجدت فيه جزاه الله خيرا صبر الأب وتواضع العالم وأناة المربي طيلة مرحلة الإعداد. ولم يكتفي الأستاذ بالتوجيه، وإنما زاد الدفاع والمرافعة عن هذه الرسائل. وحين نقول مرافعة عنها نستحضر المعاناة التي كابدها كل من أنجزوا هذه البحوث عند تسجيل الرسائل. وحين نقول مرافعة عنها نستحضر المعاناة التي كابدها كل من أنجزوا هذه البحوث عند تسجيل بحوثهم. ولو الدفاع الأستاذ المستميت ما كانوا ليسجلوها ويناقشوها. والأستاذ الفاضل عمر أمارير يلمع في كل مداخلاته إلى ذلك. لنستمع إليه. يقول: بعدما قبل الدكتور عباس الإشراف على بحثي في الشعر الأمازيغي لليل الإجازة، وكان بالمناسبة هو الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمود طالب، هذا هو عنوان الرسالة، لنيل الإجازة في سنة 72. فوجئت بإدارة الكلية في فاس ترفض تسجيله لأنها لم تكن تفتح المجال للأدب الأمازيغي في تلك الفترة، وتصدى الدكتور عباس للدفاع عن بحثي حتى تم التراجع عن رفضه. ويضيف: وفي المؤتمر الخامس للمجمع العربي للموسيقى أكتوبر 1977 كاد يلغى دوري في إلقاء ملخص بحثي الخاص بشعر الأغنية الأمازيغية أمام المؤتمرين العرب، لكون اسمي قد وضع في آخر اللائحة. وحتى إن وصل دوري فقد لا يبقى أحد من المؤتمرين في القاعة إذا حل وقت الغداء في فندق هيلتون. وبمبادرة من رئيس المؤتمر الدكتور عباس الجراري رحمة الله عليه، حرص جميع المؤتمرين على انتظار سماع ملخص عرضي الذي فاجأهم ونال إعجابهم، واعتبروا معلوماته شيئا جديدا بالنسبة لجلهم
والتمسوا من وزير الثقافة الأستاذ آنذاك محمد بحنيني رحمه الله إقامة حفل خاص بالفنانين الأمازيغيين الذين اكتشفوا فنهم من خلال ملخص عرض الشفوي. ومن الرسائل التي أشرف عليها الأستاذ علاوة على الشيء الغنائي السوسي عبد الله المعاوي والشيء الأمازيغي المسؤول سيدي حمود الطالب لعمر أمارير، الصورة الفنية في الخطاب الشعري في شعر الملحون والروايس لتوريا بن الشيخ، وفنون الشعر الأمازيغي في الأطلس لحمد شويك، والشعر الأمازيغي في قبيلة أمانوز لأشوان بالقاسم، والشعر الأمازيغي في قبيلة صنهاجة لعيسى جابر، والشعر الأمازيغي للحاج المهدي بن مبارك لسليمان أبركة. والأستاذ الجراري لم يكتفي بالتوصية بالكتابة عن اليوزي الأمازيغي الذي أغنى الفكر الإسلامي والأدب العربي والثقافة الشعبية، وإنما وجدناه أولا ينبري الكتابة عنه عن اليوسي فألف عبقرية اليوسي، وثانيا يشرف على عدد من الرسائل تجمع وتدرس أعمال هذا الأمازيغي الجهبذ المتضلع في اللغة العربية. نذكر منها رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي جمع وتحقيق ودراسة لفاطمة خليل، اليوسي الشاعر ودراسة تحليلية لديوانه محمد جواهري، كما كتب عن أعلام الشعر العربي السوسي في مختلف مؤلفاته، ونخص بالذكر هنا الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، والنضال في الشعر العربي بالمغرب، وتطور الشعر الحديث والمعاصر بالمغرب. ففي هذه الكتب نجد ذكرا واستشهادا بعشرة شعراء سوسيين هم محمد المختار السوسي، طاهر الإفراني، حسن بوالعماني، إبراهيم الإلغي، محمد العثماني، محمد أكنسوس، حسن التناني، محمد الغربي الأدوزي، أبو زيد الشتيمي، أبو الحسن الإلغي، علاوة على 52 و300 بيت شعري حسب إحصاء الأستاذ الجليل سيدي محمد الحاتمي حفظه الله في بحثه القيم الأستاذ عباس الجراري والأدب العربي السوسي. هذا علاوة على البحوث التي أشرف على إنجازها سواء في دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه، والتي تناولت الأدب العربي السوسي. نشير هنا إلى شعر المختار السوسي لمحمد خليل، والطار الإفراني حياته وشعره لعبد الله الدرقاوي، شعر محمد بن طار الإفراني جمع دراسة لمحمد البصير، وشعر داود الرسموكي ليزيد الراضي، ومحمد كنسوس الأديب لمحمد الحاتمي، وإبراهيم الإلغي حياته وشعره لمحمد العلالي، وشعر محمد العثماني لغاية 85 1900 و1000 لإبراهيم بن منصور، وشعر الشتيميين جمع ودراسة ليزيد الراضي، وأدب الرحلة لدى السوسيين لمحمد الحاتمي. والملاحظ أن كل هذه الرسائل تتناول الشعر والشعراء جمعا وتحقيقا ودراسة وتعريفا، كما أن معظم من قاموا بها طلبة سوسيون. أيتها السيدات الكريمات، أيها السادة الكرام، لم يصارع الأستاذ النخبة على اعتراضها على إدخال الأمازيغية إلى رحاب البحث العلمي الجامعي في جميع مستوياته فقط، وإنما عانى أيضا في إدخال الملحون إلى الجامعة. فلقد كان للنخبة موقف سلبي من تدريس الأدب الشعبي عامة والملحون خاصة. يقول الأستاذ عن ذلك في مقدمة الزجل في القصيدة في المغرب القصيدة: ولعلنا أن نؤكد لهؤلاء جميعا أن الأدب الشعبي جزء راكين من التراث، وأنه تعبير عن مقومات الشخصية الوطنية والذاتية الجماعية، وأن الاهتمام به اهتمام بهذه الذاتية وتلك المقومات، وبالرغم مما لاقى من مقاومة وعراقيل استطاع إدماج الملحون في مقررات سنوات الإجازة، بل أشرف على رسائل وأطاريح جامعية في هذا الباب. نذكر من ذلك الشعر الملحون لمنير البسكري، النزعة الصوفية في الشعر الملحون لمنير البسكري، الصورة الفنية في الخطاب الشعري بين الملحون والروايس لتوريا بن الشيخ، شاعر الملحون الشيخ أحمد بن رقية الأزموري لدراسة لشعره لعبد الإله جنان. كما دبج قلمه مجموعة من الأبحاث والدراسات والتقديمات عن الزجل والملحون. نذكر من هذه الأخيرة عددها 8 مقدمات، نذكر 3: رياض العشاق ديوان زجل الحسن الوزاني، والمدينة المغربية في الزجل الملحون لعبد ربه، وشهادة ملحونية لجمال الدين بن حدو وديوان الحاج عمر بري الروداني الجزء الأول. ويكفيه فخرا إشرافه على موسوعة الملحون التي صدر منها لحد الآن 11 ديوانا
برعاية أكاديمية المملكة المغربية، وإصداره لمقدمات دواوين هذه الموسوعة ضمن منشورات النادي تحت رقم 109 النادي الجراري طبعا تحت رقم 109، وإشرافه على تهيئ ملف اعتراف اليونسكو بما رافع عنه في كل المنتديات تراثا عالميا لمدة 50 سنة، فأكمل 50 وتوفي رحمه الله. ففي سنة 1969 كتب رسالته عن الملحون، وظل يحارب ويدافع ويرافع حتى اعترف بالملحون ثم ودعنا كأنه أكمل رسالته. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الفضلاء، كما اهتم الأستاذ بالمجالات السابق ذكرها اعتنى بالأدب الأندلسي، فمنذ إنجازه لدراسة مطولة عن الموشحات اهتم بالموسيقى الأندلسية، فأنجز عددا غير قليل من الأبحاث في الموسيقى الأندلسية. نذكر منها أهمية الموسيقى والغناء في حضارة الأندلس، المكونات البنائية للموسيقى الأندلسية، تأثير الموريسكي في الطرب الغرناط. علاوة على كتبه فنية التعبير عند ابن زيدون، وأثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع، وصبابة أندلسية أو صبابة أندلسية، دراسات مهداة إلى يوسف بن تشفين. كما أشرف على العديد من الأبحاث، نذكر من ذلك بناء القصيدة في الشعر الأندلسي القاسم الحسيني، والنثر الفني وطبائعه في آثار لسان الدين بالخطيب لمحمد بن سعود جبران، إضافة إلى تقديمه العدد من المؤلفات المتعلقة بالأدب والموسيقى الأندلسيين، نذكر منها 6، هي مجموعها 6 سأذكر بعضها. أولا النوبات الأندلسية المدونة بالكتابة الموسيقية الجزء الخامس، نوبة المايا تدوين وفق رواية وأداء الشيخ حمد الزيتوني ليونس الشامي. ثم من أوليباريس إلى لوباريس سيرة أسرة أندلسية مهجرة من الأندلسي للرباط لمؤلفيه محمد نجيب لوباريس، وكراسات أندلسية لمجموعة من المؤلفين. تلك صفحة أخرى في عالم اهتمامات الأستاذ وعالم الكتابة لديه لا تقل عن سابقتها ولا عن لواحقها، فالأستاذ اهتم أيضا بثقافة الصحراء وشعرها، فألف 3 أعمال مهمة: ثقافة الصحراء وهو باكورة أعماله عن ثقافة أقاليمنا المسترجعة، وشعر الصحراء الذي كما سجل في إهدائه لراعية البيت والمسؤولة عنه رفيقة عمره وشريكة حياته الأستاذة حميدة الصيغ، متعها الله بالصحة وأمد في عمرها. قال له سمات، هذا البحث له سمات وحدوية متميزة سواء على المستوى المغربي أو العربي، ما أحوجنا إلى إبرازها ولو في محاضرة افتتاحية محدودة على حد قوله. والشاعر الناقد محمد البيضاوي الشنقيطي كما أشرف على العديد من رسائل الأطراح المتعلقة بأدب أقاليمنا الجنوبية، منها الشعر العربي في الصحراء المغربية اتجاهاته وقضاياه وجذوره التاريخية لحمد المفدي، والحركة الصوفية وأطراف أدب الصحراء المغربية من بداية القرن ال19 ومنتصف القرن العشرين لمحمد الظريف، والحياة الأدبية في الزاوية المعينية لمحمد الظريف، وشعر المسيرة الخضراء من 75 إلى 85 جمع دراسة محمد سالم الحسين الفزاع، وشعر محمد مصطفى مربيه ربو جمع وتحقيق دراسة الماء العينين النعمة، إضافة إلى كتابة كلمات تقديم لعدد من المؤلفات نذكر منها ولاء ووفاء، منتخبات شعرية من أقاليم المغرب الجنوبية، إعداد لجنة من الباحثين بإشراف كتابة الدولة في الثقافة، وديوان حمد الهبة جمع محمد الظريف، والصحراء المغربية في البحوث الجامعية لعلي الغزيوي. الأستاذ بحكم تشبعه بالقيم الإسلامية وتكوينه المتين في المجال الديني وارتوائه من النبع الإسلامي الطاهر في أحضان والدي عبد الله، وللاسم دلالته وتقله، ودائما أقول لكل منا شيء من اسمه، وتشربه من خيرة العلماء الذين يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم، تناول بالدرس والتحليل عدة مواضيع في هذا المجال حتى اعتبره البعض مفكرا إسلاميا. من عدد هذه المؤلفات 17 مؤلفا، أذكر منها الدولة في الإسلام رؤية عصرية، لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام، الحوار من منظور إسلامي، أهمية الماء في منظور الإسلام، ثم الوجود الإسلامي في أوروبا كيف يكون رافدا لحضارتها المتجددة،
وحاجة الفكر العربي الإسلامي إلى حداثة أصيلة. كما أشرف على رسائل وأطاريح تنضوي في المجال الديني، نذكر منها التيار الإسلامي في الشعر العربي المعاصر لعبد الرحمن حوطش، والخطاب الديني في الشعر المغربي الحديث وعلاقته بالاتجاه الوطني والقومي من 30 إلى 75 لعبد السلام الطاهري، وشعر النبويات في العصر الماريني والسعدي لعز الدين السلاوي. والمديح النبوي في الشعر المغربي الحديث من 56 إلى 80 خصائصه ومميزاته العواطف المريني، علاوة على تقديمه لكتب في المجال، منها نفحات العرف والذوق في مدح طه سيد الخلق لعبد اللطيف بن منصور. أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، إن الثقافة الأمازيغية كما يقول الأستاذ عبد الحق المريني رحمة الله عليه في مقاله الموسوم بلمحات عن جهود التعريف بالثقافة الأمازيغية ببلادنا، هي ثقافة جميع المغاربة قبل الفتح الإسلامي. ولما دخل الإسلام تدين الأمازيغيون بالدين الإسلامي وتحمسوا له ولثقافته ولغته دون التخلي عن ثقافتهم الأصلية بجميع روافدها، فتعايشت الثقافات العربية والأمازيغية في تلاحم ووئام وانسجام يتحتم علينا اليوم تنميتهما والنهوض بهما أيضا في تمازج وتعاون وتفاهم وسلام. انتهى قوله. وهذا ما عبر عنه الشاعر الأمازيغي محمد التناني في رأية له فقال: أمازيغ أذكر وإنني للأمازيغية دوما أنشر، أمازيغي أنا وإنني للأمازيغية دوما أنشر، أفوس أفوس مع إخوة في الإسلام نعتز ونفتخر، يد في يد مع إخوة في الإسلام نعتز ونفتخر. هذا أيها السادة الكرام هو المشروع الذي عشقه الأستاذ وتعلق به، كما يصرح بعظمة لسانه مستبعدا كل ما سواه على ما كان في هذا الذي سواه من إغراء، مواصلا ما كان بدأه علماؤنا الرواد من تنقيب عن الثقافة الوطنية والسعي إلى انمشاثاتها في تتبع قدر الإمكان لمختلف ألوانها وأشكالها، والتعريف بالذين أبدعوها متوسلين بشتى أدوات التعبير، مع النظر إلى أصول هذه الثقافة والمنابع التي استقت منها على مر الحقب والعهود، وما لها مع غيرها من أوجه الائتلاف والاختلاف في محاولة لاستخلاص كنهها وما يميزها من كيان، وما لها في طي هذا الكيان من ممكنات التطوير والتجديد، من قدرات على التفتح والتحاور. وأحسب أنه رغم كل ما أنجز على مستوى الجامعة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومركز الدراسات الصحراوية وأكاديمية المملكة المغربية والمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير ومركز طارق للدراسات والأبحاث وغيرها من المؤسسات الوطنية، وهو ليس بالقليل أن قولة الأستاذ رحمة الله عليه التي كانت شائعة على لسان طلبة فاس في القرن الماضي ما زالت سائرة المفعول، والتي يقول فيها بالحرف: وأظنني في غنى عن القول بأن العالم بما يجد فيه لا ينتظر المتخلفين، وبأننا ضيعنا وقتا كثيرا لم نعمل فيه أي شيء وما زلنا نضيع. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، كما كان للأستاذ فضل الاهتمام بكل هذه المجالات، كان له فضل آخر، هو أنه شاعر وأوحى للشعراء من كل هذه المجالات بأشعار كان هو محورها وموضوعها. ولقد سبق لي أن جمعت هذه النصوص في ديوان 3 أجزاء. الجزء الأول بتقديم الدكتور حمد شوقي بن بينوى الدكتور عبد الرحمن عبد الوافي الفقيقي سنة 2005، جاء في 286 صفحة، والجزء الثاني جاء في 316 صفحة، والجزء الثالث صدر قبل أيام جاء في 107 صفحات 7 صفحات بتقديم الدكتور سعيد باكور، وعنونته بالعلامة عباس الجراري على ألسنة الشعراء، جمع ودراسة. وجمع الأستاذان مولاي الحسن الحسيني وعبد الله أشن ما جادت به قرائح بعض الإخوة من أعضاء منتدى الأدب بتارودانت وغيرهم من شعراء سوس الشاعرة. وجاء هذا المجموع يحمل عنوان حروف الذهب
في الإشادة بعميد الأدب الدكتور عباس الجراري. وفي الجملة أقول يمكن القول إن المطلع على هذه النصوص يجد نفسه في حضرة الجمال والجلال، جمال الشعر وجلال الأخلاق الظاهر في معاني البرور. والشكر للأستاذ رحمة الله عليه من قبل تلامذته البررة الأوفياء وزملائه الأوداء وأصدقائه الأصفياء، كما يسجل أن هذه النصوص لا تقدم صورة الأديب والمفكر والرحالة والخطيب والوطني والأستاذ والإنسان عباس الجراري فحسب، ولكنها تقدم مجموعة من القيم النبيلة والخصال الجميلة التي جسدها طيلة حياته داخل المغرب وخارجه. ورغم كل ذلك ففضائل عباس لا تجمعها هذه الأشعار ولا كل ما كتب عنه، وكيف يتأتى القبض على ماء بحر وافر كامل على حد تعبير محمد حميدة. فسيدي عباس كان كما يقول أحد أنجب طلبته وهو الشاعر والناقد الفد أحمد مفدي أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، عباسا في وجه الغير، بساما في وجه الخير. لم يكن عباسا أبدا إلا في وجه من عاد المغرب وعاد الإسلام فقط، ومن غير ذلك فكان فياضا بمشاعر المحبة والنبل والقيم والأخلاق، يعلمك كيف تعامل غيرك قبل أن يعلمك العلم. وكان دقيقا في درسه، حريصا على إبداء جليل معاني الروح في الكلمة الدالة والعبارة الرصينة. ولعل هذا هو ما جعل الأصفياء النبلاء سواء العلماء الأكفاء أو الأساتذة الأوفياء أن ينفتوا هذه الأشعار الدالة على حبهم ووفائهم لهذه القامة العلمية والإنسانية السامقة. وقد كان متواها العيون ونورها، فأحبب بها في ومضة القبل والبعد، قضى الله أن تروى الجفون بدمعها بكاء عليها وهي في قبضة الفقد. لئن غاب عنا وجهه وضياؤه ففي علمه نبراس مأطرة المجد. شكرا.